اتأكدوا انكم عملتم سيف للفيديو ده وارجعوا له في كل مرة علشان تحضروا اسهل واظبط وصفة لخبز التورتيه هنعمله في الكبة بدون عجن باسهل طريقة. 4 كوبايات من الدقيق هستخدم منهم 4 كوبايات الا ربع، واخلي ربع كوباية على جنب، وهبتدي ان انا اضيف عليهم ربع كوباية من مزيج من الزبدة والزيت. تقدروا تستخدموا زيت بس لو حابين. بعد كده ببتدي ان انا اضيفهم في الكبه وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض لغايه ما كل حبايه من الدقيق تتغلف كويس جدا بالزيت. ولو الكبه مش متاحه تقدروا ان انتوا تعجنوهم على ايديكم عادي جدا وبيطلع ناجح جدا. لغايه ما بوصل للقوام ده ببتدي ان انا اضيف عليهم معلقتين من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الملح. بعد كده تدريجي بنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الميه المغليه، ولو احتجت ان انا اضيف ميه تاني لغايه ما العجينه بتتلم معايا كده بضيف عليها. ومعلقتين الحليب اللي انا ضفتهم هنا في الفيديو مجرد لتنكيه العجينه، لو مش حابين تقدروا ما تضيفوهاش. وهنا بخلي العجينه بس ترتاح لمده نص ساعه، مش هتخمر ولا حاجه، بسيبها بس ان هي ترتاح. بعد كده ببتدي ان انا اشكلها على شكل كور كده متساويه. هنا كان وزن الكوره عندي كان حوالي 55 جرام، طبعا لو مش موجود ميزان مش مشكله خالص، بالعين كده بس. ببتدي بعدها ان انا احطهم في علبه محكمه وابتدي ان انا اخد كوره كوره وابتدي ان انا افردها. واهم حاجه في فرد العجينه ان انا ببتدي افردها لغايه ما بتوصل لسمك اللي هو بيكون ايديا واضحه منه من العجين كده زي ما هو بالظبط في الصوره هنا كده. وطبعا لان اغلبنا مش بيكون سهل عليه ان هو يفردهم كلهم على نفس الشكل، تقدروا ان انتوا تحطوا طبق كده وتقطعوا الزيادات وترجعوا ان انتوا كمان تعجنوها مره كمان. بعد كده بكون مسخنه الطاسه على درجه حراره وسط وعلى الشعله المتوسطه، يعني انا عندي البوتاجاز من 1 ل5 بحطهم على درجه حراره 3 لغايه ما الطاسه بتكون سخنه، درجه حراره كافيه جدا تكون سخنه جدا. ببتدي ان انا انزل العيش فيها، وزي ما هو واضح جدا العيش بيستوي بكل سهوله وما بياخدش وقت خالص في السوى. واهم تريك هنا ان انتوا تطلعوا العيش تحطوه اما في فوطه او في علبه محكمه. انا بصراحه اللي بتنجح معايا اكتر هي العلبه المحكمه اكتر من الفوطه. اتمنى انكم تجربوه وقولوا لي ايه رايكم، مفيش اسهل من كده يا جماعه. جربوه وابعتوا لي رايكم فيه في الكومنتس، واتمنى يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.